السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده يوم جديد ويوم سعيد كله طاعة وكله رضا وحب كده وتفاؤل. النهاردة كده بقى جايالكم بفيديو جديد وروتين يوم جديد من ايام الشتاء يعني الدافية. لسه الحمد لله، يعني الجو لسه لحد يعني نص اليوم كده الجو كان حلو قوي والشمس طالعة، وبعدين فجأة بقى ايه شتا بقى جامد ورعد وحاجات صعبة قوي، مش عارفة ايه اللي حصل. هما كانوا بيقولوا في الارصاد يعني ان الجو هيبقى النهارده فيه يعني امطار غزيرة وكده، كله بامر الله طبعا. بس كنا بقى في الاول لقيت اليوم حلو بقى والجو الشمس طالعة والدنيا يعني ربيع كده والجو بديع، فقلت ايه انزل بقى توتي الحضانة الجديدة النهاردة، لان هي طبعا اخدت اجازة من المدرسة. فالمهم بقى ايه، قلت لها يلا بينا نروح بقى نلبسه كده ونروح الحضانة نشوف ايه الاخبار. فالمهم لبستها ورحت معاها، وقلت بقى ايه دخلت كده قعدت مع الميس شوية، وقلت لها هي كانت في البلاي وهي دلوقتي قعدت وهتاخد الشهر دوت عشان ما تقعدوش بقى في البيت وكده، ايه تيجي المدرسة وتاخد بقى ايه جولة كده معاهم، تقضي معاهم الشهر دوت، يعني تعتبر بقى ريفيجن وتعتبر يعني مراجعة ليها وما تنساش، وقعدة البيت برضو طلعوا بقى كل طاقتهم علينا، ربنا يبارك فيهم. بس صراحة الواحد يعني خلاص بقى اتعود ان في وقت كده في اليوم هو بيعمل بقى اللي وراه فيه، بيقضي حاله، عندي عايزة انزل عايزة اعمل اي حاجة. اتعودت ان هي يعني في وقت في اليوم بقى دوت هي في مدرسة وانا بانجز حالي. فالمهم وديتها بقى ورجعت كده ظبطت نفسي، ودخلت بقى ايه كده على الأوضة، روقت السراير والجولة بتاعت اليومية اللي هي المعتادة ديت يعني. وقلت بقى النهاردة كنت مطلعة كده كيسة لحمة، وقلت بقى ايه هعملها كباب حلة، يعني مش كباب حلة قوي بس تقطيعة كباب الحلة كده، وقلت يعني مش هتاخد معايا وقت وفي نفس الوقت كله مع بعضه كده يعني في طاسة واحدة او في صينية واحدة ومش هتاخد معايا. فالمهم قطعتها بقى تقطيعة كده صغيرة زي ما انتوا شايفين، مكعبات صغننة، انا بوريكم التقطيعة قد ايه، ما بتاخدش وقت خالص في السوا الطريقة دي معاكي. ومهم الخضار برضو كله تقطعيه بمربعات كده قد اللحمة. وبعدين قمت بقى ايه طاسة كده او حلة او صينية يعني المتاح عندك، تشوحي بقى ايه في اللحمة كده بمعلقة من السمنة لحد ما تاخد معاكي لون حلو قوي كده من كل الجوانب، وبعدين نبدأ ننزل بقية الخضار بتاعنا. يعني الوصفة دي كانت عايزة لها فلفل، بس انا الصراحة ما كانش عندي فلفل، لو كان متاح يعني كنت حطيت كانت هتبقى حلوة، يعني هي كانت حلوة بس كانت هتبقى احلى. فالحمد لله يعني هي كانت جميلة وجوسي، ما كانتش ناشفة خالص. فانا بوريكم كمان تقطيعة البصل هنا نفس تقطيعة اللحمة بالظبط. فبس قمت بقى حاطه البصل على اللحمه، وهدي بقى عليهم النار خالص، تحطي بقى توابلك او بهاراتك. انا حطيت بس ملح وفلفل وبهارات لحمه، عايزه تحطي بقى 7 بهارات تحطي، عايزه يعني المتاح عندك. الاكله ديت ما بتاخدش ايه دايما الاكل، يعني الواحد مفيش حاجه اسمها فيها قانون يعني. اي حاجه انت بتحبيها غيرك ما بيحبهاش يعني، فالحاجات دي هي ايه نسبيه شويه. اهم حاجه الاكله في الطبخ العادي يعني، اهم حاجة بتبقى ايه زي ما بيقولوا النفس. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويرفع لنا الوباء والغلاء، ويرزق يا رب كده أمة محمد كلها بالرزق الحلال الكثير الطيب المبارك فيه، امين يا رب. المهم بقى اتشوح فيها كده شوية، وبعدين اهدي بقى النار عليها، كل ده انا نار عالية، بعدين اهدي عليها واسيبها بقى ايه تنزل بقى مية البصل كده وهي تستوي مع نفسها شوية قبل ما اضيف الطماطم وكمان البطاطس عشان البطاطس ما تتهراش مني. جبت هنا بقى كده فصين توم بيخليها بقى في حتة تانية بقى، مش عايزة اقولك يعني حاجة اكل مطاعم كده والله، كانت حلوة قوي وطعمه ما شاء الله.
قطعي بقى فصين التوم كده. ان المبشره بتاعتي صغنونه اللي كنت بستعملها دي مش عارفه راحت فين، زعلانه عليها قوي. بس يعني المهم قطعتهم بقى كده تقطيعه صغيره بالسكينه على ايدي، وشوحتهم كمان هم معاها، وقمت بقى ايه مغطياها وسايباها تستوي مع نفسها. في الوقت دوت انا بقى ايه كنت عملت الرز بشعريه وسبته. انا بقى طول ما انا شغاله مثلا في المطبخ ما بحبش يكون في مواعين في الحوض، يعني اكون بعمل حاجه وفي نفس الوقت بقى على الحوض اكون خلصت المواعين بتاعتي برصتها في الغساله، واللي عايز غسل على ايدي غسلته وخلصت كده اللي ورايا كله، وكمان نضفت الحوض عشان اجي بعد الاكل اقوم مرصه بقيه المواعين في الغساله. معرفش انا بتوتر كده طول ما المواعين في الحوض كده، بحس اني متوتره وما برتاحش، يعني بحس ان ورايا حاجه. فزي ما انتوا شايفين كده مفيش اي حاجه خالص غير ان انا بستعملها، كل حاجه في مكانها، يعني بحب احس ان كل حاجه كده في مكانها. طبعا يعني ان انت تعملي الحاجات دي طول الوقت صعب، لان في وجود اطفال وانتي بقى بتعملي وحياه دايما في البيت، ربنا يديم علينا نعمه. فانتي طبعا ما بتقدريش ان انتي طول الوقت تسيطري على الوضع، بس يعني في حدود الامكان طول ما انا ببقى في لوحدي في البيت بحاول ان انا يعني اخلي الدنيا زي ما انا عايزه، يعني ده بتبقى الوقت اللي انا ايه بحاول ان انا يعني استعيد يعني طاقتي في يومي كده. بس وهنا بقى قمت مضيفه هنا الطماطم والبطاطس، وضفت لها بقى كوبايه ميه، وقمت مهديها وسايباها على نار هاديه لحد ما ايه تستوي. بس بقى وطلعت معانا بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. اللحمه مستويه ومش مهريه، وكمان البطاطس مش ما اتهرتش خالص لان احنا محطناهاش في الاول، ماسكه نفسها وفي نفس الوقت مستويه. والف هنا وشفا لاي حد يجرب الوصفه ديت، وان شاء الله يعني اللي يجربها تعجبه ويقول لي رايه فيها ايه. احنا بقى نحاول الفتره ديت يعني نقتصد شويه في كل الناس اكيد حاسه بالازمه اللي احنا فيها، فكله بيحاول بقى يقتصد في الاحتياجات، يا دوبك نجيب الاحتياجات بتاعتنا الاساسيه ونشوف حتى لو كانت احتياجاتنا الأساسية ديت بنحاول ان احنا كمان نحد منها شوية او نقلل منها، نقتصر في الكميات. كل واحد يعني عارف بقى بيته ماشي ازاي، وعارف الدنيا هتمشي معاه ازاي. ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب، وما يضعنا في ضيق ابدا، اللهم امين يا رب، ويرزقنا من خيرات الدنيا والاخرة انا وانتم اللهم امين، والمسلمين يا رب. المهم بقى انا كده دخلت على كل ده، انا كنت لوحدي في الشقه، يعني انا كنت بتشقلب كده كله بقى مفيش حد تانية في الحضانه، وبابا في الشغل، فانا قلت بقى ايه دي فرصتي بقى، يعني اعمل كل اللي انا عايزاه في البيت. فالمهم بقى دخلت على الغسيل، كان عندي بقى شويه غسيل كده عايزين يطبقوا، قمت بقى واخداهم وحطيتهم بقى كده على السرير، وقعدت ان انا ايه اطبق فيهم. بس كان في الوقت بقى دوت الشتا بقى بدأ، سمعت بقى الشتا برا عمال بقى رعد، ده كان النص التاني من اليوم بقى، كانت الدنيا صراحة صعبة قوي. انا خفت، انا قلت بقى انا هروح اجيبها ازاي من الحضانة، ده انا ما صدقت قلت الجو حلو ووديتها فهجيبها ازاي. بس الحمد لله يعني الشتا كان وقف وباباها راح جابها وعدت على خير. انا ما بحبش الصراحة النزول الصبح بدري في المدرسة بسبب الساعة وكده، يعني انتهزت ان الحضانة ليها فترة مسائية. بس بقى وده كان الروتين بتاع النهاردة كده في يوم ممطر دافي في نفس الوقت. لو لسه بقى ما اشتركتيش معايا في القناة ووصلت لحد هنا، ياريت تشرفيني باشتراكك وتزودي اسرتنا الجميلة، ولايك بقى للفيديو دوت، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديدة، واسيبكم في حفظ الله. ما تنسونيش حبايبي من دعواتكم يا رب. اسيبكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.